البارح كانت محاوله في خميسه عميره، محاوله ديال الاقتحام ديال المركز ديال الدرك الملكي في خميسه عميره، والبارح كان عاوتاني في القليعه. كنقول لهاد الشباب غير باش يعرفوا، انا ابن جهاز الدرك الملكي، خدمت في ذاك الجهاز الذي اكن له كل احترام والتقدير، خدمت فيه 26 سنه. غادي نوضح لكم بعض الامور باش تعرفوها، وانا على يقين بانكم كتجهلوها. راه الاقتحام ديال المقرات ديال الدرك الملكي، غادي نهضر على جهاز الدرك الملكي اللي كنت كنتمي ليه وكنعرف القوانين ديالو باش تعرفوا. جهاز الدرك الملكي هو جهاز عسكري، واي مقر ديال الدرك الملكي راه كيتعتبر تكنه، كيتعتبر قشله، اون كازارن ميليتير. وإلا قربتي لا كازارن ميليتير كون على يقين بان راه غادي يتم التصدي ليك بالقرطاس. راه دابا باش تعرفوا، راه كاين في دي بريغاد كاملين كاين ان بلان دو ديفونس، وتعرفوا واش كديروا. واي واحد دار هاد المسائل، هانتوما كتشوفوا للاسف طاحوا شبان ضحايا ما عرفوش اشنو كاين، ما تيعرفوش العواقب ديال السلوك ديالهم، ما كيعرفوش مجموعه ديال الامور. لذلك خرجت باش نوضح هاد الامور هذه. كونوا على يقين بان غادي تكون اعتقالات، غتكون متابعات، غتكون محاكمات، وغادي تكون احكام اللي ثقيله وثقيله وثقيله باش تمس. راه دابا بهذا الشيء ديالكم راه وليتوا في الشغب، ما بقيتوش في احتجاجات وما بقيتوش في مطالب اجتماعيه، وليتوا في التخريب، وليتوا في المس بالامن ديال الدوله، وليتوا كتمسوا المصالح العليا ديال البلاد، كتمسوا في الاقتصاد. فاش كينوضوا متظاهرين وكيخربوا ممتلكات ديال اشخاص، خصوصيه ديال واحد ما سير مال عام، ما عنده حتى علاقه بالمال العام، مواطن عادي، وتجيو تكرفص ليه على ديالو، داكشي غير مقبول، سلوك غير مقبول. وباش تخرب ابناك، اش درت لك ابناك؟ تهجم على وتضرب بوليسي وتضرب دركي وتضرب مخزنيش. بغاو يكونوا دوك الناس، هذوك الناس راه منا، راه ولاد الشعب، ولاد الشعب. باش تنوض تجرأ تضرب عليه، هذاك هو اللي كيسهر لك على الامن ديالك. علاش هذا الحقد؟ الاجهزه الامنيه علاش هذا الحقد؟ راه الا كنا كنبغيو مصلحه بلادنا راه خص هادشي يوقف، خصو شي يوقف. راه كاين اعداء ديال البلاد، كاينين الناس اللي كيتشفاو فينا، راه كاين جيراننا راه كيتشفاو فينا. بعد ما كنا كيتعطى بينا المثل الشعب المغربي كيتعطى به المثل حتى نوليو ضحكه ديال الصغير والكبير. لا وكنوجه رساله اخرى، كنوجه الاباء والابناء، تنقول لهم بان الاقتحام ديال المقرات ديال الاجهزه الامنيه راه خط احمر. التخريب ديال الممتلكات ديال الدوله والادارات ديال الدوله خط احمر. التخريب ديال الممتلكات ديال الخصوصيه ديال الناس راه خط احمر. راه كاين فرق بين التظاهر وكاين فرق بين الشغب والتخريب. دابا راه وليتو دزتو للتخريب، والشباب نتمنى من هاد الشباب باش يوعى، باش يدير مصلحه البلاد فوق كل اعتبار.